خير يا احمد، في ايه؟ رنيت عليك كتير يا ريس. معلش، اصل انا كنت باخد السموذي بتاعي جوه على البول فما سمعتكش. بالهنا والشفا. قول لي عملت ايه؟ كل اللي امرت بيه. تمام. ستفت الدولارات حصل. كلهم؟ حطيتهم في الخزنه اللي تحت الارض؟ تحت الارض. ممتاز ممتاز، برافو عليك. وعملت ايه في العربيات؟ ركنتهم. ركنتهم كلهم جوه جراج الخمسه؟ الخمسه يا ريس. برافو ممتاز، ده انا نفسي ما بعرفش اعمل كده. واكلت الكلاب الايس كريم؟ ايوه يا ريس. وانبسطوا؟ الحمد لله. برافو عليك يا احمد. خلاص كده، احنا عاوزين ايه تاني؟ انت تقدر تروح دلوقتي. كان في ناس عايزه تيجي هنا امريكا يا ريس. مين اللي عايز يجي؟ عرب ومصريين. لا 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 يا احمد، لا 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 لا، مفيش مكان جوه يا احمد. ما في 50 ولايه جوه يا احمد ريس. يعني ايه 50 ولايه يا احمد؟ كلهم متسكنين يا احمد، مفيش مكان فاضي. لا 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 لا. وانت يا احمد لا ارجوك قول لهم ما ينفعش، قول لهم ما ينفعش. انت لو اتسهلت مع كل واحد كلهم هيزنوا ان هم يجوا هنا، مش عايزين وجع دماغ. طب اقول لهم ايه يا ريس؟ بص طفشهم، قول لهم ان جوه في ضرب، الناس مش مستحمله، الناس مش لاقيه تاكل، الناس مش لاقيه شغل. قول لهم احسن لكم القعده في بلدكم. تمام يا ريس. ايوه كده يا احمد، اتفقنا؟ اتفقنا يا ريس. احمد اوعى. اكيد يا ريس. خلاص، انا هدخل دلوقتي واقفل باب امريكا عليا، ها؟ وانت اقف على الكاريبي، امنع اي حد يجي. يا شعب اليوتيوب العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية حابب أعرفكم بنفسي، أنا اسمي وائل. جيت هنا من خلال برنامج اللوتري سنة 2020. وعايش هنا أنا وعيلتي بقالنا 5 سنين في ولاية إنديانا. زي ما شفتم كده في السكتش اللي في المقدمة، واللي البعض ممكن يستظرفوا والبعض الآخر لأ. إلا إني حابب أقول من خلال السكتش ده إنه في ناس كتيرة من العرب اللي عايشين بره امريكا فاكرين انه عرب امريكا بالشكل ده. ويمكن في واحد من في التعليقات قالها لي صراحة، يعني قال لي انتم مش عايزيننا نيجي عندكم. فانا صراحة مش هبقى ساذج لو قلت لك انه مفيش ناس في الدنيا دي مش انانية، وانه مفيش ناس في الدنيا دي ما بتحبش الخير لغيرها. بس انا عامة هتكلم عن نفسي وعن الدافع اللي بيخليني اعمل النوعية دي من الفيديوهات، وهو اني بحاول اخلي الناس ما تتصدمش. يعني خلينا نقولها كده، مثلا انت لو واحد صاحبك طالعين على طريق سفر وصاحبك سبقك في الطريق بعربيته، ولقى انه في جزء من الطريق ده مكسر، واتصل بيك حذرك ونبهك وقال لك خد بالك انت هيقابلك في الجزء الفلاني من الطريق مدق. فانت المفروض ان انت تكون شاكر ليه جدا وما تتهموش ان هو مش عايزك تسافر. فادي الموضوع كله يا اخوانا. ده لاني في خلال سنين غربتي مش بس في امريكا، لا وكمان في السعوديه، شفت ناس كتيره بتتعب وما بتكملش ببساطه لانها ما كانتش حاسباها كويس. فخلينا نقول انه الصدمه بتحصل لما بيكون سقف التوقعات عالي، وكل ما كان سقف التوقعات عالي وشارخ لفوق عن المكان اللي انت رايحه كل ما كانت الصدمه بتكون اكبر. يعني انا شخصيا ذاكرت امريكا كويس قبل ما اجي، ومع ذلك نجحت في ان في بعض الامور اظبط فيها سقف التوقعات، وفي بعض الامور التانية لا، كان سقف التوقعات خني فيها. يعني مثلا انا كنت جاي وعارف اني صعب الاقي شغل بسهوله في مجال العمل بتاعي اللي هو في الشغل الاداري والاتش ار، واني لازم اتنازل وابدا زي اي خريج ثانويه عامه هنا في البلد. قلنا الموضوع لازم هياخد فتره، وفي خلال الفتره دي انا لازم اشتغل اي حاجه لانه في عيله لازم تصرف عليها. فعشان كده تقبلت بصدر رحب اني اشتغل عامل في مطعم في البدايه، ثم عامل في مصنع مراتب، ثم عامل في مستودعات امازون وكولز، لحد ما ربنا كرمني بالشغلانه الاخيره اللي انا شغالها، اللي هي فيها شويه من الشغل المكتبي اللي انا اعتدت عليه. لكن برضو كان سقف توقعاتي عالي في حاجات تانية، زي مثلا اداء الدوائر الحكوميه هنا. يعني قبل ما اسيب السعوديه على طول كانوا قاطعين شوط كبير جدا في رقمنه الحكومه، ونظام ابشر ده حرفيا كان مسجل فيه كل حاجه عنك. فكنت مجدد رخصتي وانا قاعد في بيتنا، ورحت استلمتها في نفس اليوم. ولسذاجتي كنت متوقع ان السعوديه بتقلد امريكا. ما هو خد بالك، احنا اتعودنا طول عمرنا على كده. يعني احنا اتعلمنا ان هم فوق واحنا تحت، هم دايما سابقين واحنا اللي متاخرين. فده اللي جه في بالي. لكن لما جيت هنا اتصدمت لما لقيتهم بيقدروا الروتين جدا،
وانه معامله زي اصدار او تجديد هويه او رخصه قياده ممكن تاخد اسبوعين. في احيان كتير ممكن بيخلصوها قبل الاسبوعين، لكن ما تقدرش تشتكي على التاخير الا بعد اسبوعين. فوجئت مثلا انه برضو الناس هنا بتحذرني انه ممكن الرقم السوشيال نمبر بتاعي يتسرق ويتعمل بيه احلى شغل نصب بمنتهى السهولة. وطبعا ده كان شيء صعب جدا يحصل في السعودية، لان رقم هويتك مربوط بشكلك وببصمة عينك وببصمة اصابع ايدك ورقم تليفونك. فكل دي حاجات صدمتني، والحمد لله انها جت في حاجات مقدور عليها يعني. فما بالك بقى لو جت في حاجه زي توقعاتك للشغل مثلا. يعني لما واحد يقول لك انه الشغل ده سهل تلاقيه وممكن تشتغل في اول اسبوع من مجيك هنا امريكا، ساعتها لو جيت وما توفقتش لمده شهر في شغل هتبقى صدمتك كبيره، وممكن تخليك تاخد قرارات متسرعه بانك تسيب البلد بسرعه. طيب هي الحياة هنا غالية في ايه؟ تعالى يا سيدي نفككها سوا مع بعض ونشوف هي غالية في ايه. اول حاجة المصاريف هنا مثلا هنقول اكل وشرب ولبس وسكن. الاكل والشرب واللبس من ارخص ما يكون، ورغم ان اسعارهم زادوا مؤخرا الا انهم لا يزالوا يصنفوا ان هم رخاص. يعني ان شاء الله باذن الرحمن تلاجتك هتبقى مليانة بخيرات ربنا ودولابك هيبقى مليان. الله، طب يا عم ما الدنيا حلوه اهي، امال عقدتها في وشنا ليه الفيديو اللي فات ده؟ عشان يا صديقي بند السكن ضرب علوي قوي في كل الولايات، سواء كان ايجار او مورجج. يعني تخيل انه حرفيا تكلفه سكنك تبقى نص دخلك فعلا، والمفروض تعيش بقى بالنص التاني تدفع منه اكل وشرب وفواتير. والمشكلة ان المرتبات ما زادتش بالقدر اللي يستوعب الزيادة الكبيرة في بند السكن. وخد بالك انا بتكلم عن واحد زي حالاتي، يعني عنده عيلة واطفال، فلازم ينقي ويختار منطقة سكنية محترمة عشان تكون امنة ومدارسها عالية. طبعا بقى انت لو عازب فمشكلتك هنا، عشان هتقدر تشارك سكن مع عزاب زيك وتوفر كويس يعني. طبعا انا ما جبتش سيره البنزين اللي غلي واسعار العربيات اللي رفعت، وافترضت ان الواحد صحته كويسه مش مريض، لان ده بند مكلف جدا حتى ولو عندك تامين. طيب يا عم تعبتنا معاك، يا عم تعبتنا معاك، نيجي ولا ما نجيش؟ والاجابه طبعا انك لو تقدر تيجي رسمي وفي ايدك ده دلوقت تعالى طبعا، وما تضيعش الفرصه دي من ايدك. بس زي ما قلت رسمي، يعني معاك اوراق او فيزا تديلك حق الاقامة والعمل هنا. وانا باكد على المعلومة دي مش علشان احنا في اليوتيوب وما ينفعش نتكلم الا في الامور الرسمية والقانونية، لا، ولكن لان الوضع فعلا في عهد الرئيس ترامب بقى شبه مستحيل انك تيجي هنا وتعيش بشكل غير قانوني. يعني ده حتى برنامج اللوتري اللي هو برنامج الهجرة الدائمة الرسمي اليتيم هنا لغاية دلوقتي موقفينه وسط تكهنات بانهم يلغوه على الاقل السنة دي. يعني حتى البرنامج اللي بيدخل لك 50,000 واحد كل سنة وانت ضامن ان صحيفتهم الجنائية كويسة موقفينه. فطبعا الحل ده هيستمر طول ما الرئيس ترامب موجود، ولو جه من بعده رئيس جمهوري هيمشي على نفس الخطة. واقول لك على حاجة، حتى لو جه من بعده رئيس ديمقراطي هيضطر انه يمشي على نفس النهج. ليه؟ لان رئيس بايدن اتغضب عليه شعبيا بسبب ملف المهاجرين، وسبب هزيمة الديمقراطيين انه جه فتحها على البحري بعد ما الرئيس ترامب خلص فترته الاولى ودخل ناس يعني لا يعلم عددها الا الله. لذلك انا بقول لك ما تحاولش تيجي الا رسمي عشان تقدر تعيش هنا باستقرار وتعرف تبدأ مشوارك هنا بإذن الله. نقطة أخيرة أنا حابب أتكلم فيها، إنه أنا عارف إن أحوال بلداننا الاقتصادية دلوقتي مش ولا بد، وبالذات في مصر يعني، إلا إنه يا ريت الناس تبطل تتعامل مع الاغتراب على إنه ميزة أو امتياز الإنسان بيحصل عليه، لأنه الغربة حل من حلول ربنا سبحانه وتعالى يسرها لبعض الناس حسب مشاكلهم ووضعهم، ومش معناها أبدا إنه الحل الأوحد. يعني الغربة ممكن تحل لك مشاكل، لكن أؤكد لك إنها هتخلق لك مشاكل تانية ما كانتش على بالك خالص. يعني ممكن نبقى نتكلم عنها في فيديو تاني بعد كده يعني لو انتوا حابين.
حاجة أخيرة برضو لإخواتنا اللي كتبوا لي في التعليقات كتير، يا أخي لو أمريكا مش عاجباك ارجع، أو لو أنت حاسس إن الدنيا بقت غالية عندك ارجع. فأنا حابب أرد عليهم وأقول لهم إن الموضوع مش بالبساطة دي. ليه؟ لأنه في استثمار حصل، في استثمار أنت استثمرته من وقتك وعمرك في البلد دي، في فلوس اندفعت، فما ينفعش بعد كل ده انك تمشي من هنا الا لما تكون محقق انجاز. ايه الانجاز اللي ممكن تحققه؟ انك على الاقل تكون واخد جنسية، تكون واخد شهادة علمية من كلية مثلا هنا في امريكا، لان طبعا ليها اسم بره، انك تكون على الاقل حتى معاك فلوس، يكون انت حققت ربح مادي تقدر ان انت تبتدي بيه في مكان تاني. لكن هتقول لي مثلا ارجع من دلوقتي، لا ما ينفعش ارجع من دلوقتي الا لما الواحد يحس ان هو حقق العائد من الاستثمار بتاعه. طبعا ده بخلاف ان انت عندك عيلة، وبخلاف ان انت عندك اولاد اتعلموا في المدارس هنا، نسيوا العربي بيدرس بيه ازاي، حتى العربي بقى ضعيف في الكلام، ممكن تلاقي كمان ولاد اتولدوا هنا وارتبطوا بهنا، فمش بالسهولة ان انت تاخد القرار ده وتتراجع عنه. فانا بس كنت حابب ارد على السؤال ده لانه اتكرر كتير، انه يا اخي لو مش عاجباك ما ترجع. فانا بقول لك مش بالسهوله دي والله يا صاحبي. في النهايه انا حابب الناس تعرف انه محدش بيمنع رزق حد، وكما ورد في الحديث الشريف: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. بس فما لقيتش أفضل من الحديث ده أختم بيه. لو استحسنتم محتوى الحلقة يعني لا تنسونا بصالح دعائكم، ومن حتة لايك صغير كده تعرفنا ان احنا ماشيين فيه في الاتجاه الصح ولا لا. بس كده، وسلام عليكم.